تك 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 شيء انه شاف سوري قال اوف اجت الرزقه وراح اتسلى كثير اول ما شافني. ف ويلكم تو سايبرس. القمار هون موجود بكثره، يعني ما رايح على بلد قانونيا بامكانك تقامر فيه. حاسس بانغام دخلت لتمي. يا الله شو طيب. بتكون ماشي بوسط العاصمة وانت ماشي هيك فجأة بوم اللي هو علم اليونان مع علم قبرص. هي اغرب حدود بشوفها بحياتي. مجرد ما عديتوا هذا المدخل صرتوا باليونان. السلام عليكم، معكم بو ابو راق بمقطع جديد وسفرة جديدة، وهالمرة سفرتنا من مكان مختلف تماما، من قبرص. كثير يا جماعة هون الايلاند فايبس بكل مكان، اجواء والمشاعر اللي موجودة فقط بالجزر وبالدول المستقلة تحديدا موجودة بشكل فظيع. حاليا انا بانطاليا ومنطلق على قبرص ان شاء الله، وهلا انا بمطار انطاليا منتظر البوابة رايحين على قبرص، تحديدا منطقة ارجان او لفكوشا، وهلا داخلين بممرر سعادة على الطيارة. وهلا وصلنا على مطار قبرص الشمالية. يا جماعة المطار كثير صغير، يعني مثلا مطار دولي، فالطيران الدولي لهون بيكون فقط عن طريق تركيا على حد علمي. وهلا رايحين على الباسبورت كنترول. تنزل من الطيارات وبتجي فورا مشي هيك دايركت على بوابة الدخول. ما في داعي لا باص ينقلك ولا حتى ممرات، لأن المطار أصلا صغير. شوفوا هون بوابة القدوم، وهون فورا صالة الباسبورت كنترول. هيك فورا مباشرة هي الريزورتس الموجودة عم ترحب بالناس. توسخنوا معي بالدخول وسخنين يمكن ما شفتها بحياتي، يعني ضليت عند الكاونتر حوالي نص ساعة. معي فيزا المشكلة، ومعي حجز اوتيل، بس ما عجبه انه حجز الاوتيل ما موجود بوردي. قلت له شو بهم متصل فيهم واسالهم. قال لا بدي حجز. قلت له ما معي انترنت. قال لي برجعك على تركيا. قلت له بترجعني على حسابك ما عندي مشكله. اما هون زعل كثير يعني. والله يا جماعه سيء جدا التعامل بصراحه ككاونتر، معي كسوري بس، يعني مع الناس الباقيين عم يعمل هيك تك 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 شيء انه شاف سوري قال اوف اجت الرزقه وراح اتسلى كثير اول ما شافني. ف ويلكم تو سايبرس. اول شغله بنلاحظها بمجرد ما نوصل انه الدركسيون موجود على اليمين. شوفوا كيف الدركسيون على اليمين، هذا الشيء نحن مو متعودين عليه ابدا كعرب. دائما بالعاده الدركسيون على اليسار. كثير عن جد بيئه جديده، كثير متحمس لهذا البلد، لانه عن جد من البلاد اللي من زمان كان نفسي زورها، وانترستنج يعني في شغلات مختلفه عن البلاد اللي انا زايرها بحياتي. كثير مختلف الموضوع. التكاسي عندهم اسعارها مثل النار، مثل الخيال. باليورو بده 100 يورو. قال على كايرينا شو مفكرني ابن الوليد بن طلال ولا ايش ما بعرف. المهم سالتهم قالوا لي انهم في باصات. جيت على هذا المكتب مشان ياخذني على كايرينا او اللي بسموها قرنه. في كل شيء هون له 10 اسماء، فيلا داخل ان شاء الله. حكوا لي انه الاسعار كثير غاليه، بصراحه مالي شايف الاسعار عن جد خياليه لحد هي اللحظه الا بالتكاسي. التكاسي اصلا بتركيا بتحسوهم يهود، بس هون عدوا هي المرحله. قلت له هاو ماتش؟ بيقول لك 100 يورو. يلا هلا مستني الباص مشان نروح على الهوستل تبعي. مبدئيا هون الواحد بيقدر يتعامل باللغه الانجليزيه باريحيه. السبب انه كانت محتله من بريطانيا قبل هيك. وهلا الباص نزلني وعم بمشي اول مره بقبرص، اول مره بعد ما بعت على المطار. اول شيء بتحسوا هون المرسيدس ببلاش، بكل مكان في مرسيدس، يعني حتى اذا مو مرسيدس طلعوا السيارات شو فخمه، يعني على عكس تركيا تماما فيها سيارات فخمه بس مو هيك، مو بهالكثره. احلى شيء بالموضوع انه في اتموسفير مختلف، يعني انا وماشي هون ماني حاسس حالي ماشي بتركيا نهائيا، ولو انه في لغه تركيه بالشوارع لكن اللغة الإنجليزية مستخدمة بكثرة وبشكل فظيع. وهلا وصلت على الهوستل، هيك شكل الهوستل ممتاز بصراحة، جيد جدا. بعد ما حطيت أغراضي بالهوستل نازل استكشف بسرعة المدينة، لأنه مية نعس وما بدي نام هلا، لسه بكير كثير، فقلت لحالي بنام متأخر شوي مشان أصحى بكير، يعني مو متأخر بس بنام تقريبا الساعة 8-9 بيكون أفضل. فيب رايح لوسط المدينة، وهي أول مرة بيجي فيها لهون على البحر. بشوف البحر هون والله الأجواء بتجنن، وطريقة الأسلوب المعماري هون رائعة. أنا كثير حدا بيقدر الأسلوب المعماري بصراحة، كثير حلو.
شوفوا كيف حتى اللغات المستخدمة هون مو بس تركي، تركي، يوناني، انجليزي، فارماسي. وهي الكلمة ما بعرفها باليوناني نهائيا. كثير مبسوط بالاتموسفير تبع السنتر بصراحة. اكبر فرق مستحيل تشوفوه بتركيا اللي هو موضوع الكازينو. القمار هون موجود بكثرة ومتاح. حياتي يعني ما رايح على بلد قانونيا بإمكانك تقامر فيه. يا جماعة شوفوا محلات التصريف هون 25 ليرة مكتوب، عم بيصرفوا أحسن من سعر البنك في تركيا، وهذا الشيء بصراحة مو موجود نهائيا بتركيا. عادة البنك هو اللي بيعطي أحسن سعر، بس هون لا بالعكس. وبعدين هلا جيت لحتى آكل بهذا المطعم. أول شغلة مميزة جدا بالأكل هون هو نوع الخبز. الخبز المستخدم كثير قريب عن الخبز اللي احنا بنستخدمه بسوريا، والخبز الفلسطيني والمصري تماما ما بتلاقوا منه أبدا هذا بتركيا. كثير شكله لذيذ صراحة، طعمها مختلف تماما عن الشيش بتركيا. الصوص مختلف واقرب ما تكون عن الشيش اللبناني بصراحه. وهلا انا راجع على الهوستل. كثير الاجواء هدوء ولسه بكير، الساعه 8 المساء تقريبا. الصخب كله بيكون وسط المدينه، لكن الطريق بالليل كثير حلو هيك، ما في عمارات عاليه، بتحسوا الاجواء كثير حلوه هون. يعني هاي الاجواء انا كثير بحبها، تغيير جو كثير كبير عن زحمه المدن وهيك. ما في زحمه كبيره بالمدينه هون، تحديدا بالجزء الشمالي من قبرص. حاليا انا بالهوستل، باغلى هوستل باخذه بحياتي، يعني هوستل عادي، بس بصراحه هون اجارات السكن كثير عاليه، كل الخيارات غاليه. شوفوا هذا هو الهوستل، هيك شكله ممتاز نظيف جدا. انا هون كنت نايم. هون الليله بقريب 40 يورو، ممتاز. يعني في له طوابق كثير هوستل جميل ولطيف يعني. فنعم هلا اليوم طالع اول يوم جوله، بس في نقطه مهمه. النقطه المهمه انه بقبرص الجو كثير شوب الظهر. انا جاي بجون، وجون المفروض يكون شهر يعني ما له شوب كثير، بس بضل شوب. مشان هيك لازم احط واقي شمس، اخذ الاحتياطات واطلع مشان نظبط الوضع، مو مشان الاسمرار لانه اوريدي انا محروق متعود انحرق، بس مشان ما ناكل ضربة شمس او جلدنا يتاثر بهي الاجواء. هلا في شغله مهمه لازم تعرفوها، انه شايفين هذا الشارع؟ هذا الشارع يعتبر شارع رئيسي بنورث قبرص، انه هيك شوارعهم. يعني الناس اللي بتحب الشوارع الكبيره، المدن الضخمه العاليه، الابنيه الرهيبه، ما اتوقع راح تعجبهم المدينه، لانه الشوارع تبعها كثير صغيره نسبه لمدن ثانيه. بس انا بالنسبه لي كثير بحب هذا الشيء، بعض الناس ما بتحبه طبعا. حتى ما عندهم لا سلاسل الماركت المشهوره بتركيا ولا غيرها. يعني في هذا الماركت يعتبر من اكبر الماركت، وبصراحه يعني حجمه طبيعي جدا، ما له كبير وضخم كثير. هذا الكازينو، كنت داخل على الكازينو مشان اصور لكم شو في جواته من اشياء ماني شايف قبل هيك. حكى لي التيشيرت اللي انت لابسه غلط، ما بيتناسب مع المكان، لازم تغير التيشيرت تبعك وترجع. قلت له اوكي مع نفسك، خلص ما عاد بدي. بوسط المدينة جيت لهون. هاي الباصات او هاي الدلامش بسموه دلمش بالتركي، بتطلع على كل مناطق تقريبا قبرص. شوفوا كيف المرسيدس هون كله مرسيدس، كل السيارات مرسيدس. فهذا الشيء كثير انترستنج بصراحة، يعني انا مستغرب من كمية المرسيدس هون. بعدين اذا عرف السبب بطل العجب، لانه هون ما في ضرائب على السيارات، ففي كمية رخص رائعة. يعني عن جد حلو انه ما في ضرائب على السيارات. بس سيارة مرسيدس مثل هي عم يقولوا لي اللي هي معباية الدنيا هون، بياخذها الواحد ب 10,000 دولار، بتكون موديل 2016 ولا 2017، وهذا شيء ما شفته بحياتي يعني. وهلا وصلت على ليفكوشا او نيكوسيا، إلها اسمين، اسم يوناني واسم تركي. المهم الغريب فيها واللي لحد الان صادمني، تعرفوا برلين؟
كانت مقسمة، في شيء اسمه جدار برلين بيفصل الدولة لقسمين. حاليا أنا بآخر عاصمة لا زالت مقسمة بالتاريخ. هاي المدينة هي عاصمة لدولتين مقسومة نصين، نص مع قبرص اليونانية، نص مع قبرص الشمالية التركية. شوفوا كيف هون المطاعم، هذا مطعم تركي، هذا وسط البلد وسط المدينة. نحن هلا بالعاصمة يلي بسموها باللغة المحلية ليفكوشا، بينما باللغة اليونانية اسمها نيكوسيا. يا جماعة الكازينوهات بكل مكان دائما بتشوفوا هيك شيء، سراي كازينو كازينو. طبعا لا احكي لكم، مثل ما قلت لكم كمية المرسيدس، كمية السيارات اللي موجودة هون مو طبيعية لأنه فخمة. حتى التاكسي، هذا تاكسي يا جماعة مرسيدس. وهلا نحن بوسط العاصمة، وسط ليفكوشا. هيك شكل الأسواق القديمة، رايقة أكثر. فنعم شوفوا كيف اللغة الإنجليزية لغة مستخدمة، وألماني وروسي حاطين. كثير حلو أشكال المحلات، المنظر لطيف وخفيف نظيف. بتكون ماشي بوسط العاصمة ليفكوشا وانت ماشي هيك فجأة بوم، شوفوا شو لقينا. هلا نحن بوسط العاصمة، هون بتلاقوا علم قبرص وعلم تركيا، وهون بتشوفوا اللي هو علم اليونان مع علم قبرص. شوفوا كيف المنظر، شيء غريب جدا. هي اغرب حدود بشوفها بحياتي. وهون الباسبورت كنترول، الناس من هون بتدخل لجوا، تدخل على اليونان بهي الطريقه. مجرد ما عديتوا هذا المدخل صرتوا باليونان. هون في باسبورت كنترول وهنيك في باسبورت كنترول، وبهي الطريقه الناس بتقدر تعدي على الاتحاد الاوروبي. يعني مجرد ما عديت هي الحدود على الاتحاد الاوروبي فورا. شوفوا كيف قبرص اليونانيه بتحط علم اليونان انه انا بظهري اليونان، وقبرص التركيه بتحط علم تركيا انه انا بظهري تركيا. اي شو بزل ابي هاو Turkish people in this part can speak English. حاولت كثير احكي معهم بس بيخجلوا من الكاميرا. حكيت معهم انجليزيتهم نار. الناس هون بتعرف تحكي انجليزي كثير منيح. شوفوا يا جماعه قبرص الجنوبيه وراي تماما. فتخيلوا انا حاليا على حدود دوله، وعلى حدود الحدود تماما بين الدول قاعد عم باكل. العمى شو غريب الموضوع. هلا طلبت قهوه وراي شو قايلين. شوفوا لكم راح اقدم. ممنوع التصوير طبعا، مشان هيك عم بعمل هاي الحركه. شايفين هون الاتحاد الاوروبي. العمل موضوع شو غريب، صعب الواحد يتخيله بس او ماي جاد. شوفوا انا حاليا من حدود قبرص. راح احكي لكم شوي عن هاي المنطقه اللي انا فيها. يا جماعه قبرص كموقع هي من اقوى المناطق المتنازع عليها بالتاريخ كامل. ما ضل المملكه ما تعاقبت عليها تاريخيا، لانه منطقتها جدا مهمه. منطقتها صايره ما بين افريقيا واسيا واوروبا، فبالتالي 100 كيلو عن سوريا، 100 كيلو عن لبنان، 100 كيلو عن فلسطين، تقريبا 80 كيلو عن الاسكندريه تحت. كثير مهمة جغرافيا، مشان هيك دائما كان متنازع عليها. اجاها الاحتلال البريطاني، وبسبب الاحتلال البريطاني صار المقود على اليمين تبع السواقة، وصار الشعب اصلا بيحكي انجليزي. فهي الدولة لغتها الاساسية كانت الانجليزي. مر عليها كثير حضارات وكثير ناس من اصول كثيرة، لكن اكثر الاعراق تواجدا هون كانت اللي هو العرق التركي بالاضافة للعرق اليوناني. كانوا متعايشين بسلام وبشكل طيب ومتآخي لحد ما اجى شخص كثير سيء عنصري جدا، وصار يقتل الاتراك، وصار يقتل اي شخص مسلم بده يصفيها من المسلمين مشان يقدر ينضم لليونان. هاي البيوت حاليا هي بيوت مهجورة، سكانها هاجروها بعد ما تقسمت الدولة. وبس لمعلوماتكم شايفين هذا الحيط، بعد هذا الحيط مباشرة اليونان والاتحاد الأوروبي، فبالتالي كل المدينة هيك بهي الطريقة مقسمة. يعني شيء غريب، بكل مكان هنيك الحدود، هون قبرص الشمالية وهكذا. الأكل هون نسبيا مختلف عن تركيا، كثير عندهم أكلات بحرية كونه إحنا بجزيرة، وهذا شيء منطقي جدا جدا. هلا بنيجي لباقي الأمور، يعني شوفوا كيف مثلا أسعارهم ما لها رخيصة بس كمان ما لها كثير غالية.
انواع المكرونه، هاي شيء ما لهم علاقه فيه. شوفوا كيف هيك شكل الخبز تبعهم، تحسوه بين الخبز اللبناني والخبز الفلسطيني، ميكس بيناتهم كثير. طلبت انا مشاوي شيش لانه كثير حابب المشاوي تبعهم والخبز تبعهم، فاعطوني مقبلات. هذا الشيء من عندهم كثير مشهور، حياتي مو شايفه قبل هيك، هلا بدي اجربه مع زيت زيتون. خلونا نتفق انه ايطاليا وفلسطين واليونان هدول اكثر الاماكن بالعالم اللي بيتنافسوا بجوده زيت الزيتون، فبالتالي عندهم دائما زيت الزيتون شيء مقدس، حتى بياكلوه هيك مع الاكل. صورت لكم اياه. يلا نجربه مع يا جماعه زعتر زعتر وزيتون. خليني نجربها. حاسس بانغام، انغام دخلت لتمي. يا الله شو طيب. هذا الاكل اساسا يوناني، جزيره قبرص نفس الشيء، فبيتميزوا انه اكلهم بسيط ما فيه توابل كثير وطعمه بجنن. يعني شوفوا خبزه فيها زعتر وجبنه وزيتون، طعم مألوف لنا نحن كعرب، مع زيت زيتون تتغمس بزيت الزيتون تصير هيك الواحد بياكلها. طعمها ما بتحسوه غريب، مألوف وطيب كثير كثير كثير. هذا الشيء 10 على 10. بدي اسالهم شو اسمه هلا. وهلا وصل الاكل. شوفوا يا جماعه الشيش عندهم دائما فيه تتبيله مختلفه، واكثر شيء مكيف عليه هو خبزهم. شوفوا خبزهم طري، بيخبزوه تازه بجنن، يعني كثير طيب. وهيك شكل البطاطا عندهم متعارف عليها بالجزيره، هي ما بعرف هيك شكلها بقطعوها قطع كبيره. فيلا نجرب. بسم الله. والله اكلهم بجنن. عندهم ما في بهارات كثير، وبتركيا ما في بهارات كثير، بس بتركيا الاكل ادسم. هون الاكل خفيف، ما بعرف كيف اشرح لكم. شوفوا كيف، ما بعرف. حتى الشيش ما بيشوي شويه كامله، بتحسوه ما له مستوي. دائما اكلته 3 مرات بخلوه يستوي بشكل بسيط. الشيش والخبز وكل شيء التقييم 10. بتجنن الوجبه، بتجنن الاكله. هي الوجبه كلها مع كل شيء، مع الخبزات مع المشروب سعرها 10 يورو. صراحه نشوفها ممتازه، تستحق 1000 مره. احد اهم واشهر المعالم اللي هو بيوك هان، او بالعربي الخان الكبير. هذا المعلم قديم جدا من ايام الدوله العثمانيه، بس لتمشوا من هون بتشموا ريحه عراقه وحضاره بكل مكان. شوفوا كيف هذا هو الخان، هيك شكله. هون الناس قاعده وتحولوا هلا كلياتهم لمقاهي واشياء مثل هيك، مثل ما لنا شايفين. هون كلياته محلات. المكان بجنن يا الله شو حلو، يعني كثير رونق المكان، كثير خلاب وحلو بصراحة. أنا جدا جدا معجب بهي التفاصيل الحلوة. أسلوب المعمار العثماني اللي مر من هون قبل هيك. خان، هذا هو الوصف لمعنى خان. نحن عنا هي الكلمة اوريدي بالعربي. صراحة التحف بتركيا أرخص من هون. هون كثير حلوين بس أسعارهم كثير عالية ومرتفعة. يعني هي علم قبرص الشمالية، وهون أشياء فيها وصف للكوشة وهيك. وهذا أنا ومن وراي الخان الكبير.